السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بإذن الله موسم طيب بالنسبة لجميع الأقسام، إذا كان القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث أو القسم الرابع أيضا، ومنافسات شرسة في جميع الأقسام، وبالأخص في مسابقات القسم الثاني التي بدأت من أسبوعين. طبعا معي في هذه الفقرة من هذه الحلقة الكابتن رضا المصري، من أحد المدربين المميزين المجتهدين داخل هذا المجال. أهلا وسهلا كابتن رضا. اهلا وسهلا كابتن. نورك منورنا كوتش. ده نورك. اهلا وسهلا بشعب وجمهور ملاعب بلدنا اللي دايما بيسلط الضوء على المواهب، ودايما داعم قوي للمدربين قبل ما يكون للعيب. حبيبي اهلا وسهلا. ومعنا طبعا كابتن أنس الرفاعي، من أحد المدربين في الأجهزة الفنية الموجودة في المجال. طبعا أخبار كابتن أنس؟ أهلا وسهلا. وأهلا بكم في بلدكم الثاني. أهلا وسهلا، ربنا يخليك. جنسية من سوريا. سوريا. احسن ناس طبعا، ربنا يوفقكم كده ويكرمكم ان شاء الله. ربنا يخليك. وطبعا انتوا اخواتنا ان شاء الله باذن الله كده، وربنا يوفق الجميع. آمين. كابتن رضا، في البدايه عايز اتكلم عن مجال كره القدم، ما له وما عليه بالنسبه في الاونه الاخيره. والله يا كابتن احمد، يعني حضرتك من القامات الكبيره في المجال، وعارف ان المجال على قد ما هو بيتطور بالنسبه لقطاعات الناشئين والبراعم، تمام. على قد ما هو بيواجه سلبيات كتيره جدا، وده نتيجه الاستثمار الخاطئ والدخلاء على مهنه التدريب. تمام. الدخلاء. لان كلمه الدخلاء طبعا لها نحط طبعا، يعني كذا خط. انا اولا بتشرف ان انا بتكلم مع حد بقيمه كابتن احمد فواز، فانت اكتر حد عنده علم ودرايه بالدخلاء على المهنه، اللي بياخدوا كم كبير جدا من التعب والمجهود بتاع المدرب المتعلم او المتخصص. تمام. فبيعود بالسوء على اللاعب او على المنظومه ككل. تمام. هي سلبيه طبعا كبيره، وبالاخص اللي هي انتحال صفه، لان هو مش صفته مش مدرب بالظبط. هو مش عيب ان يكون في دخيل على المهنه، ولكن يكون دارس وتعب وتعلم بالظبط. يجتهد ان هو يوصل حاجه اساسيه، رخصه مثلا او دوره او شهاده. اضعف الايمان، يعني اضعف الايمان هو حتى لو وصل لليفل ان انا امتلكت رخصه تدريب، مش خلاص كده انا بقيت احسن حاجه. طيب، قبل ما نتكلم على الدخلاء بقى، معانا الكابتن وجدي علوة، طبعا مراسل البرنامج الدائم والمميز والمتميز باخباره الشيقه. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك ولضيوفك والمشاهدين الكرام في كل مكان. كابتن وجدي، ما هو الجديد لديك من نتائج واخبار؟ قبل ما نقول اخبارنا، وقبل ما نقول نتائجنا، وقبل ما نقول نخوض في غمار مباراه كره القدم ودوري القسم الثالث والرابع، حابب من خلال برنامجك وقناه الصح والجمال اوجه تحيه لاهلنا وشعبنا في فلسطين، الشعب الابي المجاهد والمناضل، وربنا يا رب ينصرهم ويصبرهم على اللي هم فيه، ودعواتنا لهم جميعا باذن الله بالصبر والثبات. امين يا رب. امين يا رب. هندخل بقى في غمار مسابقات دوري القسم الثالث في الشرقيه والمنوفيه المجموعه الثامنه. تمام. وقيمه السبت الماضي يا كابتن احمد مباريات الاسبوع الثاني، وشهدت فوز نادي الشرقيه بنتيجه كبيره وعريضه على فريق 100 خلف باربع اهداف مقابل هدفين، وحقق فريق الشنواني الصاعد حديثا الفوز على نادي بلبيس بهدف نظيف. وانتهت مباراه اشمون وشباب ونادي فاوز بتعادل بهدف لكل فريق، ونجح فريق بروسيا فريق العاشر من رمضان بالفوز على سيرس الهلال بهدفين مقابل هدف، وشباب فاوز مع اشمون مع منوف بالتعادل بهدف لكل فريق، ونجح فريق شباب الدياربه الصاعد حديثا ومفاجاه البطوله من تحقيق الفوز خارج ملعبه على فريق ابشيش الصاعد حديثا ايضا بهدف مقابل لا شيء. ترتيب اول اربع فرق في المجموعه: شباب دياربه 6 نقاط، الشرقيه 4 نقاط، ومنوف 4 نقاط، وفؤوس 4 نقاط. الرباعي المتصدر بعد جولتين، وابشيش في المركز الاخير بدون رصيد. دوري القسم الرابع يا كابتن احمد، يعني الفرق بتواصل الاستعدادات لمباريات المجموعه الاولى والثانيه. عندنا 19 فرقه في الشرقيه، تم تقسيمهم من المجموعه الاولى 10 فرق والمجموعه الثانيه 9 فرق. يمكن ابرز الفرق المتنافسه ياتي على راسهم طبعا فريق شباب كفر العريق ورئيسه كابتن محمد حسونه والمدير الفني كابتن شمس حامد. يعني عملوا العديد من التعاقدات مع ابرز اللاعبين في الشرقيه، ابرزهم احمد صبري طبعا لاعب حرس الحدود السابق، وكابتن فرج كمال كابتن الشرقيه السابق. والفريق شباب اليمات ايضا يمكن ابرز فرق المجموعه الاولى وبقوده فنيا مدير فني شاب هو كابتن ميدو وطب
ده كل عندنا في الشرقيه، وتحياتي ليك مره اخرى يا كابتن احمد والمشاهدين في كل مكان. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظتي الشرقية والمنوفية. طبعا ده كان ترتيب طبعا المجموعة الشرقية والمنوفية في القسم الثالث، وطبعا لسه في البداية بعد مرور جولتين من هذه المجموعة. طبعا كابتن رضا بنتكلموا عن الدخلاء وكيفية مواجهة هذا الموضوع الفجي. يعني المواجهة لازم تكون عن الجهات الرقابية. يعني احنا دلوقتي بيقودنا الاتحاد المصري لكرة القدم، النقابة العامة للمهن الرياضية، منطقة كرة القدم، فلازم يكون في رقابة أكتر. أنت يعني النسبة كابتن أحمد بقت زيادة أوي. يعني احنا كنا الأول قبل كده مش شايفين السلبيات دي، لأن كنت ممكن تلاقي في كل قطاع أو كل منظومة رياضية خاصة واحد أو اتنين بالكتير. تمام. النهارده للأسف العدد تضاعف جدا. يعني بقينا بنواجه فرق، المدير الفني، المدرب العام، الطبيب، مقنن الاحمال، الاداري، مدرب حراس المرمى، كلهم ما لهمش علاقه بالمنظومه اصلا. فده لو بيضر بالضرر كبير جدا على اللاعب، ان اللاعب ده حتى لو ارتقى بالمستوى بعد كده وبقى تحت ايد مدرب مهني، المرحله بتاعت التاسيس صعب جدا يخرج منها. يعني مثلا اخذ من المدرب ده معلومه خاطئه، المدرب ممكن يكون شغال بخبرات او هو شاهد مثلا كابتن احمد بيعمل نموذج معين فبيقلد بدون علم ودرايه، فبيكون للاسف خلاص اللاعب اكتسب نفس خبرات الدخيل او صح. المدرب، فبتكون صعبه جدا للمدرب المهني اللي هو يعرف يعالج تحديدا في مرحله التاسيس. يعني ممكن لو لاعب ناشئ ربما يكون وصل لمرحلة كبيرة جدا من النضج، فيقدر يميز أو يفرق ما بين كابتن أنس، كابتن أحمد، كابتن رضا، مين مهني أكتر، مين بيتكلم صح. أكيد، والشغل الأفضل إيه بالظبط. طيب قبل ما نقطع الكابتن، معانا الكابتن وليد أبو العينين. طبعا ما هو الجديد كابتن وليد مراسلنا الدام والمميز لمحافظتي القاهرة والقليوبية من القسم الثالث والقسم الثاني. أهلا وسهلا كابتن وليد. كابتن احمد، في البدايه برحب بحضرتك واسره البرنامج وبضيوفك الكرام يا كابتن احمد. الله يخليك كابتن وليد، ما هو الجديد لديك من نتائج واخبار؟ كابتن احمد، في البدايه احنا الاسبوع الثالث لعب يوم السبت، والاسبوع القادم سيلعب الاسبوع الرابع، ويوم 31 ان شاء الله مسابقه كاس مصر حضرتك عارف لدوري الدرجه الثالثه. فريق السلوم هيلاعب نادي الحمام في ملعب نادي الحمام الاسكندريه في مجموعه بحري طبعا. تمام يا كابتن، ده هيكون يوم الثلاث 31/10، يوم الثلاث القادم ان شاء الله على طول. ان شاء الله يا كابتن. نخش في مجموعتنا بقى، مجموعه القاهره والقليوبيه، المجموعه الاصعب، المجموعه الاشرف، المجموعه الاقوى، والتي تسمى دائما مجموعه الموت. تمام يا كابتن. البلاستيك بالعلامه الكامله متربعا على القمه ب9 نقاط يا كابتن، ونتائج الجوله كانت كالتالي: بنها تهزم هليوبلس 2-1، توخ يتغلب على بطل بهدفين دون رد، المرج مع اليوب التعادل السلبي، البلاستيك يتغلب على مركز شباب الصعود 3-2، المطريه على اسكو 2-1، الماظه على بهتيم في ملعب بهتيم 2-1، والطيران اخيرا على القناطر بملعب الطيران بهدف دون رد. كابتن مرور كام جوله كابتن وليد؟ 3 جولات يا كابتن، والبلاستيك متربعا على القمه ب9 نقاط، والاغرب يا كابتن والغريب نادي اسكو العريق 3 هزايم من فرق صاعده من الدرجه الرابعه، وتم استقاله او اعتذار الكابتن حمدي خاطر، وتم تولي المهمه للكابتن اشرف ابو الجيره المدير الفني السابق اللي عمل موسم ولا اروع الموسم اللي فات مع نادي اسكو يا كابتن. وجدول المجموعه يا كابتن: نادي البلاستيك 9 نقاط من 3 جولات، بنها المركز الثاني 7 نقاط، مركز شباب اليوب الثالث 7 نقاط، الطيران الرابع ب6 نقاط، توخ الخامس برصيد 5 نقاط، اليوبلس السادس برصيد 4 نقاط، المطريه السابع برصيد 4 نقاط ايضا، الماظه الثامن برصيد 4 نقاط، بهتيم التاسع برصيد 3 نقاط، ابو السعود العاشر برصيد 3 نقاط، القناطر المركز ال11 برصيد 3 نقاط، المرج ال12 برصيد نقطتين، بطه في المركز ال13 برصيد نقطه، والغريب والمثير نادي اسكو في المركز ال14. وتزين به جدول القائمه بلا نقاط يا كابتن. مفاجاه صراحه، يعني النادي الاسكو بحجمه الكبير وطبعا نادي عريق جدا، يعني 3 هزائم متتاليه طبعا من انديه صاعده من الدرجه الرابعه يا كابتن برضه، يعني احترامنا ليهم طبعا، انديه كبيره كلها اكيد طبعا الدرجه الثالثه، يبقى المستوى مفيش. شكرا. يا كابتن، اتغلب من الطيران واتغلب من مركز شباب بالصعود واتغلب من المطريه في اخر جوله يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن وليد ابو العينين مراسلنا
الدائم من محافظتي القاهرة والقليوبية. كابتن أنس رفاعي، طبعا احنا بنتكلمهم على منظومة كرة القدم والمجال الشاق وبالأخص لقطاعات الناشئين. كيف ترى هذه المنظومة بالأخص منظومة قطاعات الناشئين في مصر؟ الأول حاجة أنا حابب أشكر حضرتك على المقابلة. تاني حاجة موضوع قطاعات الناشئين اللي بيحصل بمصر، وزي ما الكابتن رضا قال موضوع الاستثمار الخاطئ. تمام. ممكن يعني دلوقتي الأرقام اللي بنسمعها خلال الناشئين وقطاع الناشئين أو براعم، بنسمع بأرقام يعني عالية جدا، اللي هو ما تنفعش الخسارات. يعني، حتى في كلنا شايفين في الاستثمار، ولكن أيوة ما تنفعش الشكل لا تتعدى مثلا مصاريف يعني الموسم، ولا لكن بنسمع ارقام الخياليه اللي بنسمعها في 13 14. ما بياخدش الارقام دي يا كابتن احمد الا الدخيل يعني. الناس اللي هي المهني عارف انا أيوة هكلف خلال الموسم مسابقه تكلفني ايه، فبكون يعني واخد من اللاعب على قدر التكلفه اللي هو بيصرفها على اللاعب خلال الموسم. تمام. انما المبالغ الضخمه اللي الكابتن خالد الكابتن انس عايز يذكرها هي المبالغ المبالغ فيه. المبالغ فيه. طب انت شايف يا كابتن بالنسبه يعني الحد من هذه الظاهره بالنسبه للدخلاء، لان بقول كلمه دخلاء يعني ولا مارس كوره ولا لعب ولا معاها دوره اساسيه ولا معاها اي حاجه، ممكن تلاقي في البطاقه يعني معلش مهنه كده يعني مش غير مستحيل هيكون في حد الا اذا كان في لجنه من قبل وزاره الشباب والرياضه او النقابه هو المفروض الاثنين، لان في انديه على فكره بتتبع وفي انديه خاصه. يعني في انديه بتتبع الوزاره وفي انديه خاصه. لازم يكون في لجنه مخصصه ومشدد عليها جدا، ان هي مثلا عارفه ان القطاع ده النهارده في ناس غير مهنيين، فيبداوا يسالوا يتحروا المهني اهلا وسهلا يشتغل وننميه ونساعده ونقف في ظهره ونشكر فيه كمان. الغير مهني مفيش مشكله ان هو يدي بنفس المجهود بتاعه ده في مهنته، هو هيضيف لينا اكتر. اكيد طبعا هيضيف لينا اكتر. صح. بالظبط. فلازم يكون في لجنه مشدده ولجنه من قبل الوزاره او من النقابه والاتحاد، او ممكن كمان تكون لجنه ثلاثيه. ينزلوا الانديه، ينزلوا مراكز الشباب، ينزلوا يتابعوا الانديه الخاصه، يشوفوا مين هنا اللي شغال، هل هو راجل مهني ولا لا، هل هو بيتبع للنقابه ولا لا، هل هو مؤهل نفسيا ان هو يكون امين على تاسيس النشء ولا لا. لان برضه يا كابتن احمد البيئه المحيطه للاعب النهارده، احنا مصر مليئه بالمواهب، مليئه، بس البيئه المحيطه للاعب هي اللي خرجت اللاعب عن ان هو يعرف يديك احسن حاجه. تمام. انت النهارده اللاعب بيمر على كابتن انس بيديله معلومه، يمر على كابتن احمد يديله معلومه ثانيه خالص. تمام. يروح للكابتن رضا يديله حاجه ثالثه خالص، بمواجهته لولي امره ومواجهته للاداري، كل حد بيديله معلومه في اتجاه مختلف. اذا الولد بيكون مش عارف مين الصح ومين الغلط. صح. وهو غير جهه او غير مسؤول ان هو يعرف يتحرى عن مهنيه الشخص اللي شغال معاه. ده كلام منطقي وكلام مميز. كابتن انس، يعني بنتكلموا يعني ايه رايك في الاهلي والزمالك بقى؟ انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا زملكاوي. زملكاوي حبيبي كابتن. زملكاوي بعد ما نزل مصر، بس يعني هو قال يا كابتن رضا زملكاوي، فشجع انا كمان عشان اكسب ودي. طبعا يشرفنا طبعا وجودك ربنا يخليك انس طبعا، واهل سوريا الشقيقه طبعا. ولكن احنا عايزين نتكلموا في سياق ايه رايك في الاداء الانديه المصريه بالنسبه في البطولات الافريقيه؟ الاهلي كنا كويسين الزمالك من غير نقد يا كابتن. هو الاهلي يعني كفريق او كنادي هو ببطوله افريقيا اقوى، عنده الخبره الكافيه. عنده الخبره الكافيه انه يعرف يسيق الماتشات. تمام. مثلا من دور ال16 دور ال8 دور ال4 لحد ما يوصل النهائي. تمام. الزمالك برضو فريق يعني ممتاز ومميز، بس الحاجه اللي حصلت يعني الظروف اللي مر بيها النادي هو نفسه الموسم السابق فده اللي خلاه ان هو ما يعني يخرج بره مود الدوري
وبره دوري ابطال افريقيا. يعني ما ساعدش نفسه، او مثلا الاخطاء اللي بتحصل جوه النادي كاداره كجهاز فني. شفنا الموسم اللي فات برضو يعني مشي جهاز فني كامل، جهاز فني جديد. فاللعيبه نفسها يعني لحد ما يتاقلموا للموسم الجديد والجهاز الفني الجديد برضو ده اتمنى عايز كده شغل. الزمالك ان شاء الله ياخد الدوري السنه دي ان شاء الله ربنا يفرحنا هو بادئ موسم كويس. خلاص خدناها يا كابتن. ان شاء الله. الزمالك بادئ موسم كويس ان شاء الله. وان شاء الله يعني نتائجه كويسه خلال ان بدايه شاء الله. الموسم. ان شاء الله. معانا طبعا الكابتن احمد عبد السلام العربي، مراسل البرنامج الدائم والمميز والمتميز باخباره الشيقه من محافظتي الدقهليه ودمياط. اهلا وسهلا كابتن احمد. الو. الو، مساء الخير يا كابتن احمد، عامل ايه؟ مساء النور، اخبارك يا جميل؟ كل عام وحضرتك بخير يا كابتن. الحمد لله. ما هو الجديد لديك من نتائج واخبار؟ كل ما هو جديد لدينا يا كابتن، ولكن في البدايه ارحب بحضرتك واتمنى يكون موسم رياضي جميل جدا ودايما متفوق يا كابتن احمد، ودايما منور الشاشه. حبيبي كابتن احمد. الله يخليك يا كابتن. طبعا النتائج الاخيره لدوري الممتاز بها يا كابتن، مجموعه بحري قدر يتفوق نادي العاصمه نادي المنصوره على الشقيق فريق بلاس بثنائيه نظيفه دون رد. تمام. كما تعادل فريق بني عبيد مع بايونيرز بهدف لكل فريق. ومركز شباب تلقى او تجرع هزيمه ثقيله جدا بالثلاثيه من كفر الشيخ. وسد المحله تفوق على فريق نبارو بهدفين مختلف. ومركز شباب الازاز طبعا وطلع بسرعه الصاروخ يا كابتن احمد من الممتاز، من دوري القسم الثالث لدوري الممتاز به. تمام. يبدو انقطع الاتصال. نعاود الاتصال بالكابتن احمد عبد السلام العربي مراسل البرنامج الدائم. طبعا بنوه نادي الزمالك مطروح هو احد انديه القسم الرابع بمحافظه مطروح، طبعا سيشارك في الدوري هذا الموسم في المجموعه الثانيه. طبعا تضم نادي الشرطه المطروحي ونادي مركز شباب الحمام في دوري مطروح ان شاء الله. بالنسبه ل نادي الزمالك بقيادة الكابتن محمد بندق وكابتن محمد المصري. وايضا ان شاء الله غدا مباراه غايه الاهميه بالنسبه لنادي جنوب سيناء في دوري الجمهوريه لمواليد 2007 يواجه نظيره نادي تليفونات بني سويف في بطوله دوري الجمهوريه لمواليد 2007. وطبعا لا بديل عن نادي جنوب سيناء عن الفوز، وذلك طبعا يعني ترتيبه في المركز الثالث. دي حاجه كويسه بالنسبه لنادي جنوب سيناء بقياده الكابتن ومديره الفني الكابتن عصام سيد. كابتن رضا، احنا ما زلنا بنتكلم عن المجال وطبعا السلبيات الموجوده داخل قطاعات الناشئين، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم عايزين نتكلم بكل شفافية هو شريك أساسي في هذه المهاترات، لأن أنا بأدي كارنيه عشان المدرب يقف على الخط. طيب مؤهلاته فين؟ أنا بصوت البطاقة وصورة شخصية يخش على السيستم يطلع الكارنيه. هو الاتحاد مش شريك، الاتحاد هو الأساس أصلا في الموضوع. وبعدين في قانون يا كابتن أحمد ولكن لا يطبق. تمام. يعني اللائحة أو القانون بتقول ان لا يحق لمدير فني او حد الاداره الفنيه في مباراه رسميه وهو غير مثلا حاصل على السي او على الدي او على البي، ايا كان القانون بيقول ايه. تمام. ولكن لا يطبق. فهو مش شريك، هو الاساس. يعني احنا وبعدين السلبيات برضو علشان ما نكونش يعني بنحمل على المدربين بس. هو السلبيات مش في المدربين بس. تمام. السلبيات في الاداره ككل. احنا كاتحاد مصري اصلا يعني في مشاكل كبيره جدا. كابتن انس كان بيتكلم دلوقتي ما كانش يقصد اللي هو فرق الاهلي والزمالك فرق اداره. احنا المنظومه كلها محتاجه اداره. اكيد انا طبعا. ما ينفعش النهارده بدايه من المنتخب. بالظبط. ما احنا كل ده عشان المنتخب. فانا ما ينفعش النهارده اكون ببني دوله اروح ابني السقف قبل البنيه التحتيه. تمام. فانا عشان اعمل منتخب قوي لازم يكون في اداره وفي تنظيم وفي خطه ان انا اطلع بالاجيال دي من البراعم للناشئين للشباب للاولمبي لمنتخب
مصر احنا كانت الدول الشقيقة كانت بتسيب كل مصالحها علشان خاطر تستمتع بمنتخب مصر. انا تمام. واحد من الناس النهارده ما بتفرجش على منتخب مصر، مفيش شغل. ده نتيجة ان احنا بنستسهل. انا النهارده مثلا كاهلي وزمالك اروح ادفع 100 مليون في مدير فني او في لاعب هيجي يقعد دكة طول الموسم. انت ممكن تديني بس 50% من المبلغ ده وانا اعمل لك قطاع براعم، قطاع ناشئين، اطلع لك منه بعد موسمين 2 بس منتخب. تمام. مش فرقه، يعني مش فرقه تمثل الاهلي مصر والزمالك. ولادة باللاعبين. بالظبط. بس هي محتاجه، مش محتاجه تنميه، محتاجه اداره، محتاجه رعايه. نتخلى شويه عن السهل مقابل ان انا استثمر الاستثمار الخاطئ. زي ما قلت لحضرتك انا مش ضد الاستثمار، تمام. ولكن الاستثمار الخاطئ. تمام. كابتن أنس، يعني بنكرر ترحيبنا بيك داخل مصر الشقيقة. ربنا يخليك. طبعا سوريا دولة شقيقة ودولة طبعا بتعز علينا كلنا. ايه رأيك في منتخب مصر؟ احنا اتكلمنا على الأندية بقى وانت راجل زملكاوي. ايه رأيك في منتخب مصر؟ منتخب مصر السنوات الماضية، يعني برضو أنا لما كنت بسوريا ونسمع عن منتخب مصر كان منتخب يعني ما شاء الله عليه، منظم، بإدارة، بجهاز فني كامل، بلاعبين. دلوقتي المنتخب يعني اللي هو السلبيات اللي بتحصل بيه هي كلاعبين أو كإدارة أو يعني ما فيش اهتمام، ما فيش زي ما بيقولوا اللي هو عندنا لعيبه في المنتخب يا كابتن احمد ما عندهاش المهارات وسائل او الاساسيه. ما فيهاش زي ما قال الكابتن رضا، موضوع الاساسيات او موضوع يعني باص او تكنيكال باص. هو الموضوع صعب جدا يعني بالانديه، او تلاقي مثلا هنعلقه على الصور دلوقتي يعني ايه. طيب بعد اذنك يا كابتن ماشي. انس، دي طبعا توى احمد طبعا صديقه البرنامج، وطبعا ان شاء الله باذن الله طبعا مسافره لدوله ماليزيا لدخولها مسابقه اذكى طفله في العالم او اذكى طفل، تمام، في ماليزيا ان شاء الله باذن الله في اخر شهر نوفمبر الجاري القادم باذن الله. كل دعواتنا لطه احمد ان شاء الله باذن الله. طبعا خدت في مسابقه اليوسي ماس الاول على مستوى الجمهوريه التي اقيمت بصاله الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر بمدينه القاهره، وان شاء الله هتمثل مصر باذن الله وهي من الاسكندريه. طه احمد فواز ان شاء الله باذن الله دوله ماليزيا ان شاء الله اخر شهر نوفمبر. كل التوفيق لها. طبعا ده فريق مواليد 2004 بنادي جنوب سيناء، والذي تمكن اللي بيشارك في دوري منطقة الجيزة بقيادة الكابتن الصاعد الكابتن عمرو بهجت. طبعا فرقة محترمة، فرقة مميزة، وطبعا ماسكين علم فلسطين، وكل دعواتنا لإخواننا في فلسطين إن شاء الله بالنصر وعزة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله. طبعا الفريق فاز في آخر مباراته مع نادي العمرانية ب4 أهداف مقابل هدف. طبعا فريق جيد يمتلك لاعبين مميزين بنادي جنوب سيناء، أحد أندية القسم الثاني، اللي طبعا إن شاء الله الفريق الأول سيخوض مباراة الخميس القادم مع نادي العبور، ثم الخميس اللي بعد القادم إن شاء الله مع نادي النصر بمصر الجديدة إن شاء الله. وهو طبعا يعني بدأ بفوز عزيز على نادي العريش بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه، وإن شاء الله بإذن الله ننتظر النتائج الجيدة لنادي جنوب سيناء هذا الموسم، أحد أندية الممتاز به. كابتن رضا، يعني ما زلنا بنتكلم عن الأجواء داخل قطاعات الناشئين وبعض السلبيات الموجودة في القطاعات. عايزين نتكلم أيضا عن الإيجابيات، زي ما اتكلمنا الإيجابيات اللي هي واجب اللي احنا نظهرها للسادة المشاهدين. هي الواجبيات كلها بتعود لولي الامر. ان انا النهارده الولد لما بيكون ضمن قطاع براعم او ناشئين او حتى اكاديميه خاصه، باهله في بيئه، في مناخ رياضي، بينشا نشاه صحيحه، ببعده عن مشاكل كتير جدا ممكن يتعرض لها في السن ده. الايجابيات هي ان اللاعب اللي بيصدق حلمه وهدفه وربنا يكرمه بيقدر يكلل تعب مدربه واسرته. تمام. فيما بعد الايجابيات كتيره جدا، بس كلها انا من وجهه نظري بلخصها هي في النشأة الصحيحه، في التربيه الصحيحه. لان انت النهارده ممكن يكون عندك ولد 14 سنه ممارس للعبه، فتلاقيه ما شاء الله بدنيا احسن، ذهنيا افضل، حتى مستواه الدراسي افضل بكتير جدا. اكيد. نفس العمر ده غير ممارس للعبه
اظن ان هو هيكون عنده مشاكل كتير جدا. فدي اكتر نقطة ايجابية انا شايفها، بخلاف الاستثمار المستقبلي، ان هو فيما بعد ربنا يكرمه يكلل تعب اسرته ومدربه، ان هو يتعاقد مع اهلي مع زمالك، يعيد تاني تجربة النني محمد صلاح يحترف بره مصر. تمام. واظن ان ده اقصى طموح في الايجابيات لاي لاعب اكيد بيمارس طبعا اللعبة. جميع اللعيبه بيجروا ورا هدف ومستقبل، يعني مستقبل الكرة، يعني مستقبل كبير، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان نلاقي نجوم كثيرين امثال محمد صلاح مصر ولاده، وان النني شاء ان الله شاء يكون الله. عندنا منتخب كامل كمحمد صلاح. ولكن برضو انا مصر عند رايي ان احنا لازم كدوله او كمنظومه ان يكون في رقابه ويكون في وعي اكتر واداره شامله، علشان نقدر بالفعل نستثمر في اولادنا ان احنا يكون عندنا منتخب. كان شعور داخلي عند الكابتن انس وهو بيتكلم دلوقتي كسوري بينتظر المنتخب المصري. دلوقتي هو ما يعرفش شيء عن المنتخب المصري، يعني ما فيش المتعه والاثاره والشغف واللي كان موجود النهارده. انت النهارده عندك لعيبه بتلعب فيرست ما بتعرفش تعمل المهارات الاساسيه. ده نتيجه ان ما فيش اداره، ما فيش بنيه تحتيه في القطاعات يا كابتن احمد. او البدايه كانت خطا. بالظبط، مفيش تأسيس للجيل ده من بدايته، فطبيعي ان هم يوصل للليفل ده يكون برضو عنده نواقص. واكبر دليل ان احنا ما عندناش مثلا 20 30 محترف بره مصر، او مثلا 3 4، مش عايزين نبالغ، في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني. يعني احنا تقريبا بقينا اخر دوله دلوقتي بتصدر محترفين بره مصر. احنا احسن حاجه نصدر بطاطس. حتى دي محتاجه اداره. حتى دي محتاجة طيب، إدارة. قبل ما اختم مع ضيفي الكرام، طبعا حابب توجه شكر خاص لمين يا كابتن انس؟ أول حاجة حابب أشكر يعني أهلي بسوريا، كده ربنا يجمعنا بيهم على خير ان شاء ويشوفهم الله. على اللهم آمين خير. يا رب. اللهم اللهم تاني آمين. حاجة أحب أشكر حضرتك حبيبك. كابتن رضا، برضو أخ كبير ليا. ويعني أنا أول ما دخلت مصر ودخلت موضوع التدريب بمجال الكرة بمصر، دخلت مع الكابتن رضا. كان هو أنا أول شخص دخلت موضوع التدريب معاه. ده كان شرف ليا يا كابتن ربنا انس. يخليك يا رضا. انت من المدربين الناجحين جدا ومجتهد، وربنا ان شاء الله يكلل تعبك بالخير. واحنا ربنا والله يخليك. بنشكرك شكراً. وبنشكر شكراً طبعا لحضراتكم اهل وشكراً. سوريا الكرام. ربنا يخليك. ان شاء الله. كابتن رضا بقى، حابب قبل ما اختم توجه شكر خاص لمين؟ انا بعد ما اوجه الشكر طبعا لاسرتي، والدي ووالدتي واخواتي واهلي بلدي كلهم، لازم اشكر واعترف بالفضل على لاعيبتي اولا، تمام. ثم اولياء امورهم. لان انا بفضل الله ربنا كرمني. انا اولا بتشرف ان انا برئيس المصري لكرة القدم. تمام. عندنا منظومة محترمة جدا، فانا لو هعترف بالفضل بعد اسرتي هو هيرجع لاولياء اموري ولاعيبتي. فانا بشكرهم جدا، واتمنى ان ربنا يجعلني على قدر المسؤولية اللي هم حاطينها فيا، واقدر ان شاء الله باذن الله. يحصدوا من خلالي الزرع اللي هم زرعوه. ان شاء الله، وربنا يوفقك اللهم كابتن آمين. رضا يا رب. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكرام على الكابتن رضا المصري. شكرا جزيلا كابتن رضا. شكرا جزيلا. كابتن انس الرفاعي، شكرا جزيلا كابتن انس. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا. Hamza